السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بودكاست مم، بمعنى صور وقصص وعبر من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبدأ من قصة حياة الرسول والبداية الأولى، وهو بداية مع من سيدنا إبراهيم والسيدة سارة. كان سيدنا إبراهيم عبدا قانتا لله مخلصا حريصا على الطاعة، وكانت زوجته سارة صالحة وكان يحبها وتحبه، وكانت مخلصة له وتخلص، وهو كذلك مخلص له. قضى سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة عمرا طويلا ولم يرزق ولدا، حتى كبر سيدنا إبراهيم عليه السلام وصار شيخا، وصارت جاوزت سن الولادة. وكان إبراهيم يرجو أن يكون له ولدا يؤنسه في حياته ويعينه في شيخوخته، وكانت زوجته سارة ترجو مثل ما يرجو. وكانت للسيدة سارة جارية تسمى هاجر، جاءت بها من مصر، حيث أهداها لها فرعون مصر عندما كانت في زيارة لمصر، أو بمعنى أصح كانت هاربة لمصر هي وسيدنا إبراهيم. فكانت تتميز السيدة سارة عليه السلام بقوة جمال، ونراه بصورة واضحة في حفيدها فيما بعد سيدنا يوسف. فوهبها أو أهداها فرعون مصر السيدة هاجر، ورحل بعد ذلك بمدة إلى فلسطين، فوهبتها لإبراهيم وقالت له: إني كبرت يا إبراهيم وصرت عجوزا فانية، وانقطع أملي في أن يكون لي ولد بعد هذا السن، يعني بمعنى أنها تجاوزت سن الولادة وصارت في سن اليأس. وهذه جارتي هاجر قد وهبتها لك، عسى أن يرزقك الله منها ولدا تقر بها عينيك. ودخل إبراهيم بهاجر فرزق منها ولده إسماعيل عليه السلام. فرح إبراهيم فرحا عظيما بولده إسماعيل، وفرحت به أمه هاجر، وأخذت تحث مكانها في البيت، تحسن مكانها، وتشعر أنها لم تعد كما كانت جارية، بل أصبحت أما تفخر بولدها وتعتز به كما تعتز الأمهات. وأحست سارة أن خادمتها قد تغيرت لها غيرة النساء، وغدت تعتز بمكانتها في الأسرة، وحست كذلك أن إبراهيم يزداد فرحا بسيدنا إسماعيل يوما بعد يوم، وأن اعتناءه وحرصه يزداد يوما بأمه هاجر. فأخذتها الغيرة، وحزت في نفسها أن يكون لخادمتها ولد وليس لها ولد. وكان إبراهيم حريصا أشد الحرص على رضاء السيدة هاجر، لأنها شريكة حياته ورفيقة صباه وشيخوخته. فلما أحس أن الغيرة قد أخذت تدخلها تدخلها على جاريته هاجر، أراد أن يفرق بينهم أو يفرق بينهم ويبعد عنهم. فأخذت هاجر وابنها إسماعيل وانطلق بهما حتى وصل إلى مكة المكرمة. وما زال في هذا الوقت كانت مكة لا تزال أرضا موحشة خالية من الناس والزرع والماء، ولكن الله أوحى إلى إبراهيم أن يترك ابنه إسماعيل وأمه هاجر في هذه الأرض. فاستجاب إبراهيم لأمر ربه وتركهما في هذا المكان القفر، وترك معهم جربا فيه قليل من التمر، ومعهم أيضا القليل من الماء. ثم رجع إلى زوجته سارة في أرض فلسطين. فلما هم أن ينصرف تعلقت به هاجر وقالت له: إلى أين يا إبراهيم؟ أتتركنا في هذه الأرض الخالية؟ لا طعام لنا ولا شراب ولا أنيس ولا مغيث. فتأثر إبراهيم وغلبته عيناه، فلم يستطع أن ينظر إليهم، وانطلق يمشي في طريق. ولكن هاجر لم تتركه، وظلت متعلقة به تصيح: إلى أين يا إبراهيم؟ إلى أين يا إبراهيم؟ وظل إبراهيم منطلقا في طريق لا يلتفت إليها ولا إلى ولده. فلما رأت أنه لا يجيبها ولا يلتفت إليها سألته قائلة: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. وقالت: إذن فهو لن يتخلى عنه ولن يضيعنا. وانكفأت راجعة إلى صغيرها.
أما إبراهيم فقد ظل مندفعا في طريق لا يلوي ولا يلتفت حتى وصل إلى منعطف الطريق، وهناك جاشت نفسه بعاطفة الرحمة لهذين الضعيفين، طفله إسماعيل وجاريته هاجر، فألقى عليهم نظرة دامعة، ثم رفع يديه إلى السماء ضارعا، وهتف يدعو الله قائلا: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم أثنى في طريقه وقد اطمأن قلبه وسكنت نفسه وزالت مخاوفه، وأيقن أن الله الذي لا تنام عيناه سيرعاهما برعايته ويحوطهما بعنايته. وهكذا صار إبراهيم إلى فلسطين وهو مطمئن إلى رعاية الله لطفله وجاريته. أما هاجر فقد عادت إلى ولدها تضمه إلى صدرها وتغمره بحنانها، مستمل مستسلمة لأمر الله ومؤمنة بتدابير الله، ومؤمنة بأن الله معها، وأنه ما ساقها إلى هذا المكان القفر أو الصحراء إلا لحكمة يعلمها وأمر يدبر. وما هي إلا لحظات حتى كفكفت دموعها وابتسمت لطفلها ونظرت إلى جراب التمر فأخذت منه حفنة وجعلت تأكل منها في هدوء واطمئنان، ثم مدت فمها إلى سقاة الماء فأخذت منه جرعة، ثم قالت: الحمد لله الذي أطعمني فأشبعني وسقاني فرواني. وما زالت هاجر تأكل من ذلك التمر وتشرب من الماء حتى فرغ التمر وأصبحت بلا طعام ولا شراب، على أنه مع ذلك لم تجزع ولم تيأس، وظلت صابرة على الجوع والعطش، وهي في كل لحظة تنتظر فرج الله ورحمته، وطال بها الانتظار وتمادى بها الصبر واشتد بها الجوع والظمأ. ولكن كيف يتأسى لهذا الطفل الضعيف أن يصبر؟ لقد أخذ الطفل يتلوى من الألم ويئن أنينا يفطر القلب، وأمه تنظر إليه حائرة لا تدري ماذا تفعل. ما زال الطفل يئن ويبكي ونفسه تتهافت وصوته يتخافت حتى كاد نفسه تفيض، وهنالك لم تستطع أمه صبر ولم تطق أن تنظر إلى وليدها وهو على هذا الحال، فانطلقت تجر ها هنا وهنا وتجري هنا وهنا لعلها تجد أحدا يسعفها بشربة ماء. وكان الصفا أقرب جبل إليه، فصعدت عليه وتطلعت حواليها فلم تر أحدا، فنزلت تهرول إلى بطن الوادي حتى وصلت إلى المروة وهو كان الجبل في الجهة المقاومة، فصعدت فوقه وتطلعت فلم تر، فعادت تجري إلى الصفا ثم إلى المروة ثم إلى الصفا ثم إلى المروة حتى أتمت 7 أشواط وهي تجري مكروبة ملهوفة. فلما انتهت إلى المروة في الشوط السابع سمعت صوتا يرن في أذنيه، فتسمعت وأنصتت فسمعت الصوت مرة أخرى، فصاحت قائلة: يا صاحب الصوت اغثنا إن كان عندك غوث. ثم التفتت تنظر إلى الطفل إذ هو يفحص برجله من العطش، وإن جبريل يناديها: من أنت؟ قالت: أنا هاجر أم ولد إبراهيم. قال: فإلى من وكلكم في هذا المكان القفر؟ قالت: وكلنا إلى الله. كل قالت: وكل وكلنا إلى الله. قالت قال: وكلكم إذن إلى الرؤوف الرحيم. حينئذ فحص الغلام الأرض بأصابعه فإذا الماء ينبثق من بين أصابعه متدفقا فوار، فكبرت هاجر وانكبت على الماء تحوشه بيدها وتقول: زمي 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 زمي، وجعلت تغرف منه في سقائها وهو يفور ويفور ويسيح على ما حولها من الرمال والصخرات. وهكذا سقت هاجر الرضيعة وراوت ظمأها وسجدت لله شكرا على ما أدركها به من الغوث والرحمة. أما الملك جبريل فقد ودع هاجر وطفلها بعد أن ألقى في روعها أن الله معها وأنه سيشملها ويشمل طفلها بخير كثير. وجعلت هاجر تتطلع إلى الملك وهو محلق في السماء حتى اختفى عنها، فلما غاب عن ناظريها أحست بالوحشة ودت لو أن بقى معها ولم يفارقها، وتطلعت نفسها إلى الأنس في هذه الوحدة الموحشة، وتمنت لو أن الله ساق إليها جماعة من الناس يزيلون عنها الوحشة والعزة والانفراد. وفي ذلك الوقت
كانت قبيلة من قبائل العرب تسمى جرهم تسير عبر الصحراء متجهة إلى الشمال، فرأوا طائر يحلق فوق زمزم حيث تقيم هاجر وابنها إسماعيل، فقال قائلهم: لا شك أن ها هنا ماء قريب، فإن الطير لا يحلق إلا حيث يكون الماء. فأرسلوا واردهم ليبحث عن ذلك الماء، فما زال يبحث حتى اهتدى إلى مكان النبع، فانقلب إلى أصحابه فرحا يصيح بالبشرى، فأقبلوا مسرعين يتسابقون إلى الماء، فلما رأوا عند هاجر أدركوا أنها صاحبة الماء، فاستأذنوها في النزول عند مائها، فأذنت لهم فنزلوا، وهكذا نزلت قبيلة جرهم عند ماء زمزم، فأنست بهم هاجر وأنسوا به، وطابت لهم الحياة في هذا المكان، فأقاموا وشب إسماعيل بينهم واختلط بهم وبأولادهم، فتعلم منهم لغة العرب، ونشأ يتكلمها كما يتكلمونها. فلما كبر إسماعيل وبلغ مبلغ الرجال تزوج من قبيلة جرهم، وصار لهم من بعد ذلك بنين وبنات، وتوطأت صلة إسماعيل بالعرب حتى غدا كواحد منهم، وبارك الله في ذرية إسماعيل، فأخذت تتناسل في هذه البقعة المباركة وتتوالد فيها جيلا بعد جيل، حتى ولد منها محمد صلى الله عليه وسلم. وكده هنكمل إن شاء الله المرة الجاية، وأرجو إن انتوا تستفيدوا من آه، الصور ديت أو اللقطات كده الصغيرة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم.